عشان كده لما بدات دلوقتي اشتغل باي دلوقتي فعليا بروفيشنال اكتر من 20 سنه، انا كل يوم بصحى كاني متحمس لاول يوم. الباشن ما ماتش، عملت حاجه كبيره، عملت حاجه صغيره، مش فارق لي. I love what I do, I'm happy. اللي كنت بعمله وانا عيل هو اللي بعمله دلوقتي وانا شحط، بس اسمي باخد عليه فلوس بس مش اكتر. شريف نور الدين، مبسوط قوي ان انت معايا في شقه 11 بجد، حقيقي منورني. انا قوي. واول سؤال بحب اساله هو انت مين؟ فانت مين يا سوسو؟ انت مين يا سوسو؟ خلاص انت جبت التايهه. انا شريف نور الدين بالنسبه لكل الناس اللي بتتابعني من خلال شغلي باشكاله المختلفه، وسوسو بالنسبه لاصحابي زي حضرتك كده وحبايبي، وجزء كبير من الوسط اللي انا بشتغل فيه برضو عارفين سوسو اللي هم برضو قريبين ليا في الوسط. والاثنين قريبين من بعض قوي باختلافات بسيطه. طب ايه سوسو؟ ايه مين سوسو؟ على طبيعته اكتر، على سجيته اكتر، مش مظبوط طول الوقت، مش مخلي باله طول الوقت، مش على طول فاكر ان شغلته ايه، فبالتالي مركز جدا لما بيتعامل مع الناس. سوق عادي، سوق ببيجامه زي ما انا بعمل البودكاست بتاعي كده، سوق براحته. وبراحته، وبيتوقع الناس تكون براحتها معاه. شريف لا، في الحته بتاعت في شريف في اللي هو مخلي باله كأني طلعت من البيت، يعني كأني سوسو في البيت ده سوسو على الكنبه، وشريف في الشارع ومع الناس وكده، اللي هو برضو طبيعي وذوق وحقيقي وكل الحاجات، بس دايما بخلي بالي ان انا مش في البيت، ان انا مش على الكنبه، ان انا مش في حته سيف قوي. ايه لا احكي لي اكتر عن الموضوع سيف قوي. يعني انا وانا في سوسو، يعني انا سيف، يعني انا مع زي ما قلت مع اصحابي اللي they know me inside out، اللي بينا عشره، اللي مش بيعرفوني عشان خاطر اي حاجه غير ان انا عشان خاطر بيحبوني. ان انا لو النهارده بشتغل حاجه فيها اي نوع من انواع الاتنشن او الشهره او الوات ايفر او لا، مش فارق لهم. لو انا النهارده شغلك مش هو اللي شغلي مش هو اللي بيديفاين مي، ومش او ما فيش اي مصلحه من اي نوع. هم بالنسبه لهم احنا بيحبوني زي ما انا، وانا بحبهم زي ما هم، ومفيش فلتر. بس يعني هو ده اللي بتكلم فيه، ان انت سيف. لكن وانت مش سيف، مش عايز اقول سيف، بس عايز اقول انه زي ما قلنا تاني مش منطقه حره. وانا بره، وانا في مكان عام، وانا ما اتكلم مع ناس، وانا في شغل، وانا الكلام ده كله لا، بخلي بالي انه مش كل الناس صحابك. خليك ذوق، وخليك محترم، وخليك بروفيشنال، وخليك كل الحاجات، بس خليك برضو فاكر وفاهم كويس قوي ان دول مش صحابك، دول زمايلك او معارفك او شغل. ففي دايما حته كده، في جارد معين مرفوع. وده بالنسبه لي انا it works. ممكن بالنسبه لناس تانية تشوف انه لا، لازم تكون انت طول الوقت، لازم تكون بتاع. والغريب ان انا دايما ده التعليق اللي بيجي لي، انه الناس دايما بتقول لي انت حتى لما جيت مثلت حتى وات ايفر، انت طبيعي جدا، انت زي ما انت زي ما في التلفزيون، زي ما انت في الحقيقه، انت لو انت على ريد كاربت انت برضو زي ما انت في النادي، مش فارقه. حلو قوي ان انا قادر اوصل لك ده، ان هو في مفيش الكلير كات، القطع ما بين مفيش شخصيه مفتعله. مفيش حاجه بلبسها. لا، هو انا عادي زي ما انا، بس باختلافات يعني. بس انا من جوايا ببقى عارف انه لا، انا مثلا هنا دلوقتي انا براحتي، انا سوسو، انا كده ما عنديش مشاكل، ما اقدر اتكلم في اي حاجه، اقدر اقول اي حاجه، مش هفكر مرتين. فاهم قصدي؟ انت و500,000 بس بني ادم. هنتكلم في موضوع بقى ان سوسو يبقى عارفه كتيره جدا، واي حد يشوف شريف يعرف كذا وكذا وكذا وكذا. ايه الموضوع ده يعني؟ تعرف طوب الارض يا شريف. انا بس الحمد لله. اولا والدي كان كده، الله يرحمه. والدي شخصيه على عكس والدتي يمكن لا بتخلي بالها قوي في الحاجات دي، يعني she's not very sociable، ما لهاش في المجاملات، ما لهاش في الناس الكتير. عندها اصحابها، الناس اللي تعرفهم، ناس كتير تعرفها بس هي ما تعرفهمش، حاجه قصه كده. بس ابويا لا، ابويا كان people's person
جدا. اوكي. وحتى دايما كانت دايما والدتي تتريق عليه فكره ان النهارده عندنا عزا وفرح وكل يوم في عزا فلان وفرح فلان وطهور فلان عندك كذا فرح في نفس اليوم يا اخي يعني اللي هو بحاول the apple doesn't fall from the tree. بالظبط. بحاول اظبط معاه ميعاد اللي هو انا عندي فرح مش عارف من 3 ل 7 وبعدين عندي فرح تاني في حته تانيه من الساعه 8 بالليل. في ايه يا دايما بشوف انه انا ولد وحيد. اوكي. فدايما كان عندي حته بتاعت عايز الناس كلها تبقى اصحابي عشان عايز عزوه دايما. انا ولد وحيد وعيلتي مش كبيره كمان. فدايما كمان اللي هو عمات وخالات مش كده. انا ما عنديش لا عمات ولا خالات. انا كل قرايبي distant cousins. يعني انا ابويا ولد وحيد وامي بنت وحيده. ايه ده كومبو قوي جدا. ده ما فيش في مصر ما سمعتهاش. ما سمعتهاش. فدايما كان عندي احساس ان انا عايز ابقى دايما لا حواليا الناس بحب الناس. اوكي طبيعي اكيد يعني لا فطلعت بقى بحب الناس بزياده جدا. بس طبعا عديت بالمراحل الطبيعيه اللي كلنا بنعدي بيها. وطبعا دايما كنت متاكد او كنت دايما عندي ادراك انه جزء كمان من شغلي مهم ان انت تبني نتورك علشان ده في الاخر هو ده بعد كده بينفعك بعد كده في شغلك او في فرص او في وات ايفر. وده حصل فعلا يعني. انا جزء من النتورك بتاعتي وده يمكن حاجه كنت بعملها يمكن وانا اصغر شويه في اوائل العشرينات او في نص العشرينات. دايما كنت بقعد اوسع جدا جدا النتورك. وحتى كان ساعات كده اصحابي اللي هم قريبين بقى قوي في الفتره دي يعني كانوا يقولوا انت هيبوكريت انت فيك يعني ولا هيبوكريت ولا فيك. انا عارف ودرست وعرفت انه a big part of الشغلانه بتاعتنا دي هو النتوركينج طبعا. فبعمله بعمله قوي. بعمله بضمير بس بعمله عشان بحبه بقى عشان بحب الناس زي ما انا فيها جت على هوايا يعني. مع الوقت طلعت الحمد لله بقاعده كبيره جدا من الناس بقى فيها جزء كبير جدا منها اصحاب. طبعا معروف مين الاصحاب القريبين قوي ومين الدايره الاكبر وهكذا. بس ربنا كرمني انه الحمد لله يعني انه علاقتي بالناس كويسه او الناس بتحب تعرفني او الناس لما بتعرفني بتحب تعرفني تاني. ودي حاجه كويس يعني. ما اعتقدش ان دي حاجه ممكن تبقى وحشه لاي حد يعني طول ما انت عارف الفرق بين وده بقى حاجه خدتني انا وقت شخصيا. اوكي. اللي هو المعارف الصحاب الكونتاكتس الزملاء يعني تعرف تفرق التفرقه دي ما بين صحاب العمر صحاب المرحله دي برضو مهمه قوي. اوكي يعني ايه امال ده انا قلت لك هنا بقى سوق بقى. لا حلو فكره ان انا مش مضطر انترتين. انا قاعد مع صلاح مش مضطر ان انا يعني انا ام هير تو توك بس انا جاي اتكلم معاك. مش مضطر ان انا ابقى لذيذ بقى وكده وبعمل افورت لو في حاجه في دماغي مش هقولها عشان خاطر ما تتضايق. لا هو ده بقى بالظبط الفرق. اوكي فيمكن انت بتشوف سايد انت ما شفتوش فيا غير لو احنا قاعدين مع بعض انا وانت. بالظبط. يعني في السايد اصلا شريف نور الدين في مهرجان القاهره او الجونه او كده وفي شريف نور الدين واحنا خارجين عادي فاهم اصحاب. طب عايز انت بتحب مين فيهم؟ الاثنين لان الاثنين قريبين قوي من بعض زي ما يعني قصدي الاثنين حقيقيين. شريف نور الدين بتحس ان انت في كده في فرد الظهر كده. ايوه في ضيوف عندنا ضيوف بالظبط. اطلع سلم على الضيوف يعني. فعايز ارجع بس لحته ان انت الطفل الوحيد. عايز اشرب البتاع ده. اتفضل. مش معقوله يا جماعه جايب لي مشروب بس حلو قوي ماشي سخن جدا تمام جيت لا اوعى في الحلقه ماشي. اقول لك حاجه داخلين في الثالث فاكرين سهير البابلي والله العظيم مخرج قال لي بطين واتكلم مالك في ايه. اتفضل يا سوسو ماشي. لا وجاي على نفسك ليه؟ لا ادوق ولا طب هو ايه؟ لا ما انت خايفنا ادوق والله في ناس بتحبه جدا بجد. أيوة. بتنبهر بيه في ناس بتبقى اللي هو بتجامل لي وفي ناس اللي هو عادي لذيذ على حسب انت ليك في الحاجات دي ولا لا. لا فيها جدا. اوكي ده ايه ده بقى؟ ده في جينجر. اوكي في جنزبيل صح؟ ما هو ده جينجر. ايوه ده جينجر ايوه ليمون. ايوه انت بتدوق ولا بتشم؟ ما انا بقى الاثنين عشان افهم. ده جينجر وليمون يمكن عسل. معرفش بقى ايه تاني. حاطط انت حاجه سيكريت؟ حلو. لا في حاجات كتير. في ايه؟ يعني هحاول تجس كده. لا خلاص في حاجه بتحرق شويه. ما هي دي بقى الجينجر مع حاجه. لا مش عارف ايه شطه. ايوه بجد ده عشان ديتوكس. ينظف بالظبط. حلو قلت ينظفوا مع الصوت وبكده عرفنا ان مفيش فرح النهارده.
قلت عشان انضف اشتغل في البيت بقى انضف. بس عايز ارجع بقى لموضوع ان انت الطفل الوحيد وفاهم يعني بتحب تسلي نفسك. بتسلي نفسك ازاي وانت صغير؟ انا سمعت طرطيش كلام كده عن استوديو شريف على تلفزيون شريف على راديو شريف. برافو عليك، you did your research. ايه بقى الموضوع ده؟ ولا حاجه. انا طفل تلفزيون جدا. ما هو انا قاعد متربي على القناه الاولى والثانيه. متربي على القناه الاولى والثانيه طبعا، والفيديوز يعني اكيد ديزني ومش عارف ايه وبتاع. وطلعت بحب العالم ده. طلعت في بيت صحفي، لان انا جدي كان نائب رئيس تحرير الاهرام يوسف صباغ الله يرحمه. ما لحقتوش، بس اثاره كلها في البيت، ما بين كتب مهمه جدا، ما بين كل المجلات. كل شهر بيجي لنا، شفت عندك هنا Egypt Today. Egypt Today احنا كسبنا انا ووالدتي the biggest collectors of Egypt Today ever. اوكي، للدرجه اكبر عدد من الاعداد عندنا في البيت. وكل بقى المجالات اللي انت عايزها، العالميه والمصريه والفنيه كلها كانت بتبقى موجوده، والجرايد يوميا. فانا طالع في بيت يعرف يعني ايه قرايه، ويعرف يعني ايه سينما، ويعرف السينما بالنسبه لنا طقس اسبوعي. يعني جدتي كانت لازم كل اسبوع فيلم جديد بينزل لازم نروح نشوفه يوم ما ينزل. احنا بنستنى الاربع ده، يعني الاربع زمان على فكره كان الاثنين الافلام بتنزل الاول فعلا. اوكي، وبعد كده اتغيرت للاربع. انا طالع في ده وبحبه كمان. يعني كان ممكن نطلع في ده وفي الاخر اكون بحب الكيمياء. لا، انا عندي الاستعداد ده واضح يعني جينيتيكلي يعني او هكذا يعني. فبدات اطبق، بدات اشوف ان انا من وانت عندك كام سنه بقى تقريبا؟ اول طلعت استوديو، ولا اول لقاء صحفي، ولا حوار مع حد من العيله؟ احتمال يكون 10 سنين 11 سنه. انا عارف انا عايز اعمل ايه وانا صغير قوي. اوكي، قوي. ناس قليله قوي تبقى عارفه هي عايز تعمل ايه اصلا وهي صغيره. انا كنت عارف ان انا عايز اعمل حاجه لها علاقه بالكاميرا. اوكي، ايه ما اعرفش، بس حاجه ليها علاقه بالكاميرا. مع انك ابتديت ارقص، اغني، بديت خالص صحافه، تين ستاف. ايوه، هنرجع للتين ستاف. دي البدايه خالص. وقناه 2 منوعات، يعني ده كانت البدايه الاولانيه خالص. اوكي. بس انا عايز اعمل حاجه لها علاقه بالكاميرا، مش عارف ايه. رحت الاوبرا، كورال الاطفال مع سليم سحاب. رحت هنا كليه التربيه في موسيقيه، كليه التربيه الموسيقيه، ادرس بيانو، مش عارف ايه. يعني اي حاجه فيها انترتينمنت، اي حاجه كده. كان نهاد بهجت المهندس الديكور العظيم، كان محله هنا ورانا في بهجت علي. رحت في يوم من فضلت بفضل قاعد عنده عشان بس عارف ان هو نهاد بهجت بس. مش اكتر. فاقعد كده طفل بقى، وكان في حد عايز افتكر اسمها، ست فاضله يعني، كانت بتشتغل هي اللي ماسكه المحل وبتاع. الصيف بقى فاروح. انا كنت محظوظ قوي ان انا اتولد في حي زي الزمالك، اكون بصلي كل يوم جمعه مع فؤاد المهندس، اكون عادي جدا ماشي في الشارع الاقي فتح حمامه سائقه عربيه عشان بتجيب خضار، الاقي يسرى نازله من العماره اللي عند جنينه الاسماك عشان هي ساكنه هناك عادي، الاقي ان ده حاجه عاديه بالنسبه لي، ويبقى عندي اكسس للناس دي. ان نهاد بهجت يكون محله تحت عمارتنا، فاتصادق على الست فتقولي ده بيعمل مسرحيه اسمها كعب عالي مع حسين فهمي ويسرى، اللي هي كانت اعاده تقديم سيدتي الجميله على مسرح راديو اللي كان لسه متجدد سنه 96. اقوم رايح اقضي الصيف كله، بصحى الصبح، ده صيفي، بصحى الصبح اقعد في المسرح اتفرج على البروفات المسرحيه دي اللي كانت اخراج شريف عرفه، مزيكه عمر خيرت، حسين فهمي، يسرى، علاء ولي الدين، وحيد سيف، محمد سعد، مها ابو عوف الله يرحمها وعزت ابو عوف الله يرحمه. ايه ده؟ عايز ايه؟ وشريف عرفه مخرج ايه ده؟ سمير خفاجه لا ده ايه الحوار ده؟ وانا قاعد بقى البيبي بتاعهم بقى ما يعرفوش ده مين، وعيل شكله كيوت ولذيذ وكده. شويه بشويه انت مين يا شاطر؟ هات لنا بقى بيبسي، طب تعالى مش عارف ايه، طب اقرا لي الدور، خلاص بقى قاعد بلعب. اوكي. قعدت شهرين، ده صيفي، ولا عايز اروح نادي ولا عايز اشوف صحاب، وبصحى الصبح اروح اقعد في مسرح سينما راديو لحد بالليل عشان اتفرج على كعب. ده حظ، ده حظ اكيد 100% طبعا، توفيق ربنا. ده حظ، وان انت اصلا كمان رحت مره، يعني كنت ممكن الطفل يروح مره يوم ويزهق وخلاص، بس لا. انت كملت الشهرين ومتهيألي كنت عايز تكمل. انا ما كانش عندي يعني. لحد يوم الافتتاح، اليوم البروفا جنرال حضرتها، لحد يوم الافتتاح اللي هو بتذاكر بقى حضرتك تملى كرسي كده مش معقول. ف انا بحب ده، بحب يعني برنامجي بحب السيما دي حقيقه، انا بحب السيما. ومفارقه لذيذه قوي ان انا حضرت كواليس تصوير بحب السيما. اوكي. الفيلم لانه كان صديقه عزيزه جدا اللي هي دورة مجدي يوسف، هو واحد من اهم، هو المنتج الفني اللي بحب السيما. وفي نفس الوقت برضو مفارقه تانية ان انا كان اخر انترفيو مع اسامه فوزي في الراديو قبل ما يرحل، في برنامجي اللي اسمه بحب السيما. برضو القدر غريب شويه لما حطيتها كده. فانا عارف ان انا بعمل، يعني انا عارف انا بحب ده، بس هعمل ايه في الاخر؟ لا،
اعتقد ان اللي وجهني الموضوع التقديم او الحوارات او الكفرج او السينما او الكلام ده كله هو بالظبط حبي للسينما. بدات اعمل زي ما قلت لك في الاول كده راديو الشريف واعمل فيديوهات مع عائلتنا ومش عارف ايه وميكس ويوم مفتوح كل اللي بشوفه في التلفزيون بطبقه. اوكي. وعندي الدبل داكر ومش عارف ايه وعايش حياتي تماما وده العالم ومبسوط. عندي اصحاب مش مثلا عيل ويرد فريك جيك لا خالص عندي اصحاب وبروح النادي كل جمعه وبنخرج وبنروح بيتزا هات وبنروح سينما مع اصحابي عايش الحياه العاديه بس في الحياه العاديه بس ماي سبيس. انا عمري ما هنسى واحد من صحابي لما جه شايفني كنت بعمل بقى مسرح بالبابتس ومش عارف ايه اشوف بيوتي اند ذا بيست بيوتي اون ايس لا اون ايس لما جم جبت كل الجادجتس ورحت قعدت حطيتها وعملت بيها بيوتي اند بيست ودفعت على التذاكر عملت كينج لير دفعت على التذاكر والله العظيم كنت اجيب الكراتين اي تحتينا بقال كراتين بقى خلاص فنجيب الكراتين واجيب العرايس وكان عندي فرقه اسمها دونالد واستريكس كانوا 2 فيجرز عندي والله العظيم والله الدماغ ما سمعها ده هناك خالص دي رايحه خالص هناك فاهم. عشان كده لما بدات دلوقتي اشتغل باي دلوقتي فعليا بروفيشنال اكتر من 20 سنه انا كل يوم بصحى كاني متحمس لاول يوم. الباشن ما ماتش. عملت حاجه كبيره عملت حاجه صغيره مش فارق لي. I love what I do I'm happy. اللي كنت بعمله وانا عيل هو اللي بعمله دلوقتي وانا شحط بس اسمي باخد عليه فلوس بس مش اكتر. طب حلو طيب انت قلت ابتديت اول حاجه كان حلو قوي بتاعنا لذيذ. طب حلو ابتديت اول حاجه في تين ستاف. انت خلصت ماس كوميونيكيشن او اعلام وانا في ماس كوميونيكيشن انا في ثانويه عامه صيف ثانويه عامه كنت منضم لتين ستاف. وحكيت حكايه دي كتير يعني انا رحت كنت بكسف جدا ورحت لهم وقلت لهم يا جماعه هاي ازيكم عاملين ايه انا عايز اشتغل معاكم انتوا عالم خيالي بالنسبه لي يعني ايه تعرفوا عندكم كل بوسترز الافلام وعندكم عيال كده صغيره بيكتبوا وبتاع. فدخلت وهوبا مع الوقت الحمد لله مدام المهدي دي ست عظيمه اللي هي كانت رئيس تحرير تين ستاف ست عظيمه يعني. خدت عملت تالنت شو مثلت حاجه اسمها توكينج مون اول مره في حياتي اقف على خشبه مسرح. بقيت رئيس الانترفيو كلاب اسست قسم السينما في مجله كلمتنا اللي هي المجله العربيه اللي طلعت من تين ستاف. بعد كده عملت بارتر ديل او تعاون ما بين MSA وما بين تين ستاف ان يكون في كلمتنا شو ويطبع على سيديهات تتسجل في استوديوهات الاذاعه بتاعتنا احنا في الجامعه فيبقى دعايه ومنها شغل. في البدايه كانت في تين ستاف ومن تين ستاف جات لي فرصه المنوعات لان انا كنت رايح اعمل انترفيو تحت ال20 عايزين لان في قصه كده انا سمعتها بس ما صدقتش ان انت كشريف نور الدين وسقسق حتى منمق في لبسك وفي مظهرك يعني فاهم بني ادم شياكه زي ما بيقولوا فان هو يبقى بقيت بقى انا اتعلمت ان انت تبقى طالع في التلفزيون شورت وشبشب بشورت وشبشب شورت وشبشب حصل شورت وشبشب ايوه في الصيف واسود مش قصدي حاجه والله بس يعني ما فيش خالص سمر الدنيا والاخره وتمام يعني كنت مبسوط بيه جدا في الحياه بس طلع على الكاميرا مع الاضاءه الموضوع ما كانش لذيذ خالص. والاهم من كل ده ان ما كانش طالع لي كلمه ما كنتش فاتح بقي بكلمه لانه او اتكلمت بس كنت يبدو ان انا بتكلم بس طلع ما بتكلمش. كان زي عشان بس نحكي الحكايه انا كنت في زي ما قلنا في مجله تين ستاف فبيطلب مني اعمل انترفيوهات. وقتها كان في برنامج مهم جدا مكسر الدنيا اسمه اسهر معانا كان جديد جدا على التلفزيون المصري والعربي وكان نمبر 1 ريتد وكان بينافس البرامج اللبنانيه. وقتها لبنان كانت هي نمبر 1 في الانترتينمنت وهي مهمه جدا الى الان يعني بس وقتها كانت هي المكتسحه. وطلع اسهر معانا ده كان برنامج من التلفزيون المصري من قناه المنوعات اللي كانت ماسكاها استاذه سلمى الشماع العظيمه اللي اتعلمت منها كتير قوي. وكان كل يوم بتيمه فمش عارف يوم مثلا يوم الموسيقى يوم مش عارف ايه ويوم اسمه تحت ال20. المهم رحت عملت انترفيو مع خالد المنجا اللي وقتها كان السوبر ستار مذيع بتاع الفتره دي وانا طبعا كنت متاثر بيه جدا لان ما كانش في مذيعين ولاد صغيرين او شباب في السن ده. وقتها كان دايما هتلاقي استاذ سمير صبري استاذ مش عارف احمد سمير استاذ حتى جورج كرداحي مش كله كبار مش يعني جيل اصغر اكبر منك بكتير. ما كانش في الجيل الصغير ده وقتها هو كان في ثلاثيناته يمكن ف كنت انا منبهر بقى وكان مكسر نورمز كتيره قوي لان انا دايما برضو كان عندي حته بتاعت انا مش المذيع او مش الشخصيه اللي عامله كده خالص. فلما شفت حاجه زي دي في التلفزيون حسيت جامد جدا. منين بقى بكام بيجيبوها منين دي؟ فرحت عملت انترفيو فقال لي احنا بنعمل كان انا والشله عمل كل بتوع المجله
فقال لي احنا بنعمل تحت ال20 كل يوم وعايزين حد يجي ربع ساعه يتكلم على الانترنت. هذا الكائن الغريب. لا 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 سوق برضه يعني. لا مش الدرجات يعني، بس يعني اتوز يعني كان حاجه ان احنا نتكلم على ويب سايت شايفين انا كان اسمها www في تحت ال20 دي كانت وقت اسم الفقره. فمين يا ريس عايز تعمل بكره الصبح اكيد طبعا حاله. فرحت عملت كده. كان انا وادهم ابراهيم ومي ابراهيم كانوا زملائي في المجله ونجرجرهم كل اسبوع اخدهم بالعربيه الكورسه بتاعتي اللذيذه هنا من الزمالك الجمعه ويكند ببلاش اطلع على مدينه الانتاج لما كان لسه يعني الدنيا ما كانتش كده قوي يعني. يعني انت بعد جهينه ده مفيش انت اخرج اندران جهينه السلام عليكم مفيش حاجه بعد كده. انت كنت تمشي بقى في اللا شيء. المهم يعني وبقيت بعمل البرنامج ده 2 أو 3 واتعرفت منه لان طبعا ما اقول لك مصر كنت بتفرج عليه. لا ما كانش في قنوات برضو لسه قوي يعني. كان الاول كانوا بينزلوني جمهور يعني اروح الحلقات اللي فيها فنانين او كده. وعندي نزلت فيديو على ده من ده على انستجرام. كان في بقى مين الفيديو ده موجود مين كان في مين الفيديو ده بقى كانت انجي علي وقتها متجوزه طارق العريان وبتعمل معاه انترفيو هي ومصطفى قمر. يا نهار ابيض. اوكي على ورحت سالته بقى اسئله عميقه كده وبجد طفل الانبوبه مش مصدق حاجه بقى 16 سنه 15 سنه مفيش فاهم. ده ستوري بعدين انجي طبعا انا وانجي دلوقتي اصحاب مستحيل بتكره الفيديو ده اكيد. بس يا سيدي ومن هنا بدات المسيره. اتخرجت اشتغلت بقى ورا الكاميرا كتير قوي عشان لقيت انه طيب لازم اتعلم اللي ورا الكاميرا ده واطبق اللي درسته في الجامعه. اشتغلت مراسل واشتغلت دابينج بروديوسر. من هنا بقينا انا ومريم بنخش اصحاب. واشتغلت اسيستنت لمعتز الدمرداش هذا الاعلامي العظيم. فيرست اسيستنت بكل الاشكال وبكل الطرق يعني ناني يعني كل الحاجات. وسعيد بده لان الراجل ده علمني كتير جدا جدا جدا. الى ان جت فرصه مزيكا وزوم قناه مزيكا وزوم عن طريق علا رشدي اللي كانت بتعمل بروجرام مع البرودكشن هاوس انا كنت شغال فيه. فقالت لي احنا بنعمل كاستنج لقناه اسمها زوم عايزينها مطرقعه وشبابيه ومش عارف انا بقى دي منطقتي لعبتي. انا جيت وبس ورحت عملت الكاستنج وكنت رجعت تاني قدام الكاميرا. ومن هنا تاني كان معايا زميلتي ساره حنفي اللي هي كانت جايه من منوعات بعد يعني كانت لسه منوعات مستمره. انا بقى كنت سبت بقى كنت خلاص كبرت مبقتش تحت ال20. فقالت لي بقول لك ايه منوعات راجعه وعامله كومباك. كان استاذ اسامه الشيخ الراجل العظيم بيعمل بقى ريفامبنج للقطاع النيل كله في 2008 وعايز الناس كويسه وهو عارف ان انت كنت موجود ما ترجع ما تروح منوعات اتس جود هتبقى حاجه حلوه. وفعلا كانت وقتها استاذ شفكي منيري هي مديرتي وعملنا نهارك سعيد. فضلت اعمل نهارك سعيد من 2008 ل 2017. يا نهار ابيض ده almost 10 سنين. سنين. والراديو ابتدى امتى بقى 2014 لما لقيت ان انا بدات ازهق. عايز اعمل حاجه جديده. انا دايما عندي الحته دي. انا دايما كل 4-5 سنين كده لازم اغير. ده اللي خلاك يعني تبدا في حته التمثيل 100%. ايه بقى احكي لي عن ولا حاجه ان حاجات كلها. انا بقول لك انا الحاجات دي كلها عندي. بس في حاجات عارف ان هي بالنسبه لي passion number 1 وفي حاجات عندي حلوه بحبها لذيذه عايز اجربها بس مش هموت ولو ما حصلتش دلوقتي مش هتضايق قوي. فدايما كنت حاسس انه طالما انا التقديم او الاذاعه او الاعلام السوري ووردنج وده اللي ماشي فيه بجري فيه الحمد لله عملت حاجه كويسه او معقوله يعني اتمنى. لا حاجه كويسه يعني. هنتكلم بقى في مجال السينما اكتر كمان انه يعني انت you're the top يعني مش هحور. الحمد لله يا رب دايما ان شاء الله يعني. ويا رب ناس تانية. لا ويا رب ناس تانية ورب ناس تانية لانه انا متضايق جدا. هنتكلم في القصه بس انا يعني بيصعب عليا ان ما يبقاش في مذيعين سينما كتير او مذيعين متخصصين في ممكن ريفيورز في بتاع لكن مذيع او صانع محتوى وانترفيور وحد متخصص سينما بكل الاشكال. انت الفكره انا بشوفك ان انت عندك الشغف اللي في السينما. يعني ممكن حد تاني يبقى بيشتغل في السينما وكده بس ما عندوش ولا الثقافه الكافيه ولا الشغف. هو الباشن بتاعك هو اللي بيخليك تعمل كل ده وانت مبسوط وانت عايز وانت بحسك طول الوقت انت بتطور الحاجه اللي انت بتشتغل عليها. الحمد لله بحاول لان زي ما قلت لك اتس ورك ان بروجرس. وانا بشوف ان البني ادم اصلا از ورك ان بروجرس. لو انت بتتطورش يبقى انت مش يبقى انت ضد الطبيعه. انا فاكر فيلم فورسز اوف نيتشر فاكره بتاع ماثيو ماكونهي وسارة جيسيكا باركر. كانت فكرته انه ده واحد راجل داخل على 40 سنه مش عارف كام سنه ومش عايز يسيب بيت اهله.
اوكي وبيصاحب وكل الحاجات ويجيب صاحباته كل الحاجات، بس مش عايز يسيب بيت اهله لان اتس كونفينينت، مش عايز خلاص. لحد ما وكان دايما لما يطلع يعمل هايكنج تمام يتقرص من ليزرد او مش عارف من حاجه، يتقرص قرصه دايما وحشه قوي خلاص. المهم فهم اهله بيجيبوا ساره جيسيكا باركر دي يقولوا لها بقول لك ايه، جايبينها بفلوس يعني، يقولوا لها بقول لك ايه انت هتضحكي على ابننا وتعملي ان انت بتحبيه مش عارف ايه، المهم انك تقنعيه يسيب البيت وتبقى انت السبب ان هو ساب البيت خلاص، ويبقى يعيش حياته ويتجوز ويبقى تمام. فالمهم بيحصل مشاكل ها او وات ايفر وحاجات رومانتك كوميدي لذيذه، لحد ما في الاخر فعلا بيسيب البيت. اول ما بيسيب البيت بيروح يعمل هايكنج تاني اوكي خلاص. لا يا راجل ما كانش اسمه فورس نيتشر، فورس نيتشر كان ساعه بقول لك ده كان اسمه فيلير تو لانش. فيلير تو لانش خلاص. اول ما ساب البيت وبدا يعيش حياه طبيعيه او يعني يتقدم في حياته، راح نعمل نفس الهايكنج، جاله نفس الليزت ما قرصوش. اوكي ايه الفكره؟ انه هي بيكيم تطور مع الطبيعه، فالطبيعه تقبلته. اوكي. فانا بشوف ان التطور في شغلك، التطور في حياتك، التطور في علاقاتك الانسانيه، التطور في شخصيتك، ده جزء من الايفولوشن الطبيعي للبني ادم، زي الزرعه اللي وراك دي، زي اي حاجه تمام. الكور يبقى واحد، تبقى انت شغفك يفضل زي ما هو، كل الحاجات دي تمام، لكن مهم ان الواحد يتطور. ولو ما اتطورش يبقى في حاجه غلط، يبقى مش طبيعي، يبقى هو يا اما هو عنيد او رافض التطور، يا اما هو مش حابب هو which is fine. بس انا ما بحبش كده، انا احب ان انا بتطور نفسك ازاي او بتتطور يعني بتطور الموضوع كل ازاي؟ كل حاجه اولا انا على طول مفتوحه وقلبي على طول مفتوح و I'm always open for experiences. I'm always open دايما منفتح على انه يلا نعمل، يلا نشوف، يلا نجرب، يلا واجرب واعرف اذا كنت كويس ولا لا، حلو ولا وحش يلا. بس ما عنديش فكره انه لا يس مان جدا كمان لانه يمكن كمان من يمكن مزايا وعيوب ان انا كنت ولد وحيد برضو، فكره ان كان في شويه اوفر بروتكشن عليها وانا صغير. يعني مثلا كان نفسي اركب خيل جدا. طبعا امي مستحيل، لان تقول لك هيقع هيجي له كل الحاجات دي مش عارف ايه. اول ما اتخرجت من الجامعه بقى عندي مرتب اللي هو كان 1000 جنيه في الشهر خلاص. من المرتب ده بقيت اخد عربيتي اطلع المنصوريه من ورا اهلي لمده سنه او سنه ونص، تروح تركب خدت كورس مش في النادي اللي هو في الزمالك جنب البيت، لا مع اللواء طبعا مع اللواء الله يمسيه بالخير بقى يا رب يكون يعني كويس. كان اسمه اللواء جلال، واتعلمت اركب خيل وتطورت كده في الموضوع ده. كده كنت ممكن اخش سباقات، بس جت مرحله انه طيب انا محتاج اشتري الحاجات دي اللي هي فلوسها مش معايا ومحتاج، فبالتالي محتاج لو كده هقول لاهلي فمش هيعرف اقول لهم، فخلاص على الاقل فوقفت. بس وانا عارف ان انا عملت حاجه، ده هو ده اللي بعمله، ان انا كان عليا اوفر بروتكشن شويه، فيمكن ده اللي خلاني وانا كبير شويه ان انا لا عايز بقى اجرب الحاجات اللي انا ما عملتهاش، او ان انا خلاص ما انا حر بقى يعني، وهتحمل عواقب اللي هجربه ده صح او غلط. فدايما بعمل كده في مجال شغلي. انا مؤمن ان شغلنا زي الدكاتره، دايما بقول كده الاعلام او الفن او الكلام ده كله، انت شغلك او مذاكرتك ما وقفتش مع تخرجك لان انت كل يوم بيحصل حاجه جديده، كل ساعه في حاجه جديده، فانت you have to be always open. دايما تتعلم من الاصغر منك كتير، ودايما تشتغل مع الاصغر منك كتير، ودايما تسيبهم هم اللي يسوقوا كتير. مش ناس كتير قوي تقدر تقول الجمله دي على فكره. لا هو ده على فكره، انا ما هو ده اعتقد ده الحمد لله يعني، هو ده سر مهم جدا في شغلي على مدار السنين اللي فاتت، تحديدا اخر 5 سنين، ان كان في البودكاست ولا في الراديو ولا في حتى في شغلي انا في الديجيتال ميديا او في حتى ماي ستايلينج كل حاجه. اتفضل حد اتفضل. لان ما هو جاست بقى ذا بروسيس مليون في المية. your experience comes in في حته انه ماشي انا من خبرتي بقول لك طيب ما تيجي نعمل كذا مش عارف ايه، بس لو انا صح او الصح ان انت تبص على انت بتخاطب مين. لو انت بتخاطب جيل لازم تخلي الجيل ده هو اللي يقول لك هو عايز يسمع ايه او عايز يسمعه ازاي او عايز يشوف ايه او عايز يشوفه ازاي او ما بيحبش ايه ما بيحبش ازاي. لازم تعرف الجيل ده بيحب ايه وبيكره، لازم تقراه، لازم تكون جزء منه. امال ازاي هتبقى ازاي هو هيصدقك؟ ايوه صح. ودلوقتي خلاص اعتقد بعد الفتره اللي حصلت لنا تحديدا اخر شهر، يعني يمكن كله كوم واخر شهر تحديدا اتس نو بولشيت ارينا انيمور. خلاص كله بقى ما حدش هيقبل حد يطلع يشتغله، ما حدش هيقبل حد يطلع يضحك عليه، ما حدش هيقبل حد يطلع يقلل من ذكائه، ودي حاجه انا ما بحبهاش ابدا. to underestimate someone's intelligence. انت قلل من ذكاء اللي قدامك. ما حدش هيقبل حد ما بيحترموش
وجين زي اثبتوا ده اكتر كمان لا هو من الميلينيالز بكتير. طبعا فاهمني. لا جين زي دلوقتي بقوا متطلعين جدا وشايفين قوي وواعيين وبيانلايزوا جدا. يعني مش كل جيل عامه، الجيل الاصغر بقى الوعي عنده بكل حاجه. طيب لو سالتك يا سقسق سقسق وشريف، السعاده بالنسبه لك ايه؟ حاجتين، على المستوى العملي ولا على المستوى الشخصي؟ الاثنين يعني، قصدي المستوى العملي اعتقد ان انا الحمد لله ان انا اقدر احقق حاجه كويس، يعني مثلا اعمل شغل كويس، اعمل برنامج ناجح، اعمل دور كويس، اعمل يعني وان حد يابريشيت ده مش بالعدد يعني، ولا بالوقت ولا بالعدد ولا بالفلوس، مش خالص. ما عنديش عمري ما كان عندي حسابات دي، عمري ما عندي فكره ان انا بعمل في غيري انا بعمل وغيري ما بعملش، انا ليه ما بطلعش بسرعه، انا مش خالص. انا عملت حاجه الناس اتبسطت منها، عجبتهم، اشتغلت فيها، شفت نفسي فيها، اكتشفت نفسي فيها، اتبسطت بالاكسبيرينس اللي كانت ورا الكاميرا، وكمان بعد كده مع الناس يوفوريا. ده طبق على اي حاجه يعني. عملت حلقه حلوه في الراديو الناس اتبسطت منها، يوفوريا. ايوه always makes me happy. زي الامتحان كده، زي التلميذ الشاطر لما ذاكر الامتحان. دي حاجه. الحاجه الثانيه نكته تمانينات يا جماعه هيفهمها، بس لن يفهمها جيل الايباد، بس اوكي. الحاجه الثانيه على المستوى الشخصي راحه البال، ده بجد ومش كليشيه، مش لا دي حاجه peace of mind. راحه البال خصوصا يعني يمكن المرحله اللي انا فيها دلوقتي يعني. ايش معنى؟ اعتقد ليها علاقه بالسن او بالمرحله العمريه، ليها علاقه باللي بيحصل برضو في حوالينا. اعتقد يعني انه احنا بدانا ندرك انه ان في حاجات كتير جدا مهمه واحنا كنا واخدينها فور جرانتد او كنا واخدينها مسلم بيها. وادركنا انه فعلا اليوم العادي ده بجد نعمه، ده مش برضو كليشيه، ده حقيقه. وانك صحتك نعمه، وانك صحابك نعمه، وانك بيتك نعمه، وان شغلك نعمه، وان اكل عيشك نعمه، وان الاكل اللي في الثلاجه نعمه. انا طول عمري مدرك لده، لان انا كنت عديت وكنت اتكلمت على القصه دي قبل كده. انا عديت تجربه شخصيه خلتني ادرك ده قوي. تمام. بس حلو ان يبقى في تذكره كده كل شويه. السعاده بالنسبه لي الشخصيه راحه البال، وقت حلو مع حد بحبه، حد او ناس كتير مش فارقه، اهلي يبقوا كويسين، وابقى مش شايل هم. بتشيل هم عامه؟ بتشيل هم ايه؟ كل حاجه، everything. خلي بالك برضو ان انت نرجع نقول تاني ولد وحيد. فانا شلت المسؤوليه المعنويه، يمكن مش الماديه بس المعنويه بدري قوي. قصدك ان انت شايل اهلك، شايل مامتك باباك الله يرحمه، كنتوا عايشين مع بعض؟ انا عارف يعني لا انا كنت عايش مع والدي هنا. انا قصدي كنت عايش مع باباك. كنت عايش مع والدي. وانت كمان. الله يرحمهم هما الاثنين. going back بقى، نرجع تاني للشغل. الشغل انت راديو، وبعدين بقى عملت طبعا برامج كتير قوي، وابتديت بقى تخش في مرحله المهرجانات. مهرجان القاهره والجونه، وبتقدم بقى برامج عامه اون ستيج ليها علاقه بالسينما والحاجات دي. اول حاجه كانت ايه تفتكرها؟ اول برنامج لوحده للسينما كان اون سكرين. لا مش قصدي برنامج، قصدي اول مهرجان. في حاجه، في موقف كده انت حكيت لي عليه في مهرجان اي ثينك القاهره. كان ان هو اول مره وانت ماشي على الريد كاربت مش بيوقفوك عشان يصوروك عشان انت سيلبرتي، مش ان انت مقدم البرامج. دي حصلت من كذا سنه. حصلت افتكر حصلت من مش عارف، يمكن 7 سنين، يمكن 6 سنين، حاجه كده يعني. فرقت معايا قوي يعني ان بدات الناس، ده كان اعتقد كان بدا يكون بعد اون سكرين كمان. انه بدات الناس او بدا الوسط او بدات الفيلد كمان يشوفني كشخص استحق ان الناس تاخد بالها منه. which is تمام يعني. على فكره انا مش بعمل كده حبا في الشهره ولا حبا في المتعة خالص. هي كانت بالنسبه لي حاجه لا هي كانت بالنسبه لي حاجه رمزيه ليها علاقه بفكره ان انت شغلك ده تقدر، فحد بيحاول يقول لك ان انت تستاهل. شكرا. بس انا مش عايز حاجه غير كده يعني. برضو واحد ما بيشتغل يعني بيحب يعرف ان الحاجه اللي بيعملها دي ليها صدى، بتوصل لحد. فاهم قصدي؟ قعدت سنين زي ما انت قلت فعلا. كنت بشتغل بعمل ريد كاربتس، حاجه كده، او بعملها كنت ببقى جزء من مجموعه.
سواء في النايل سينما او في القنوات المصريه او في ايا كان يعني. وبعد كده في اون تي في في الجونه في اول سنه، لحد ما بدات اكون الحمد لله من الناس اللي هي لازم تبقى في المهرجان، اللي مطلوبه انها تكون موجوده. اعتقد ان انا عملت حاجه مختلفه شويه في قصه الانترفيوهات اللي هي بتكون على الريد كاربت دي. كانت اقل تقليديه، كانت اكثر محتوى، يعني مش لبسك شكلك مش عارف ايه، لا كل واحد بتكلم معاه في شغله في حاجات ليها علاقه بالصناعه، وفي نفس الوقت بطريقه وورم وفريندلي ولذيذه ليها علاقه بفكره ان انا علاقتي بالناس دي كويسه، في منهم صحابي في منهم ناس معارف، بس في الاخر كده فبداوا الناس يحترموني، فبداوا هم اللي عايزين يطلعوا معايا او يظهروا معايا على الريد كاربت، لحد ما بقيت انا بقدم الريد كاربت لوحدي اوفيشلي او رسميا في الجونه وفي القاهره للديجيتال لحد يمكن السنه فاتت. يعني السنه فاتت بس ما قدمتش القاهره، اعتذرت عن ان انا اقدم ريد كاربت، حبيت اعمل انترفيوهات اكتر. بس جونه اخر جونه قبل ما يقف، ولما كنا راجعين كنت برضو هعمله. وبقيت بطلب من المهرجانات نفسها، ويمكن كنت انا الوحيد اللي بجمع بين مهرجانين اللي هم القاهره والجونه. يمكن دي حاجه كانت المفروض ما يبقاش طبيعي، بس انا دايما كان عندي تارجت كده، كان نفسي ابقى كده يعني فاهم. في 2 كده في دماغي، في راين سيكرست في العالم في امريكا، وفي رايا براشد. فاتس ا ميكس اوف بوث كده. احنا ما عندناش الحته دي، اتمنى يا رب ان شاء الله نبقى اغلب السينما والتلفزيون على راي نبيل السيد. فهو ده ان كان نفسي يكون في ده اللي كنت بكلمك فيه بقى من الاول خالص، ان انا نفسي يكون في حد عربي خلاص مصري مرتبط بالقصه دي يعني، ومش بالشكل التقليدي، لانه للاسف وده حاجه خلاص مش هتكلم في اسبابها ليه، بس للاسف الصحافه الفنيه او الانترفيو النوع المقدمين الحاجات دي للاسف بيروحوا حته اللايت الجوسب which is تمام which is لذيذ يعني، بس دايما بيتهموا بالتفاهه، دايما بيتهموا بالسطحيه، دايما بيتهموا بالاصطناع، دايما بيتهموا ودي حاجه بايخه جدا، لانه لان انت ده سلاح مهم جدا. انت الميديا سبورت للفن او لصناعه الفن مع بعض، صناعه الاعلام they go along together. هم واجهين لعمله واحده، انت بتعمل حاجه فلازم حد يروج لها مظبوط. صح. الصانع الافلام او صانع الفن مش شرط بيعرف يتكلم بسهوله، محتاج حد يساعده يتكلم. صح. محتاج يوصل للناس بعيدا عن السوشيال ميديا او بعيدا عن الشكل اللي هو تمام وكويس جدا واللي انا بستعمله برضو، بس في حته كده معينه ان يكون عندك صحفي او يكون عندك مقدم برامج متخصص في الحته دي وتثق فيه وتثق في محتواه وتحب تشوف الناس معاه وتحب الناس تشوف نفسها معاه. اوكي. طب والتمثيل بقى احكي لي اخر اعمالك الفنيه. اعمالي الفنيه سربرايز؟ لا ولا حاجه، برضو نفس القصه. كانت الحاجه اللي كانت عندي اللي كنت مستخبي ومخبيها زي ما انت قلت كده عندي زي ما انت اتكلمت على موضوع البودكاست، في النيش وفي الدرج. ودايما زي ما قلت تاني ان انا دايما احب ان انا لو عملت حاجه احاول ان انا اتميز فيها او اوصل فيها لحاجه كويسه. كنت دايما خايف ان انا اعملها او اعدي ما يتاخدش، ما حدش ياخد باله مني، او ان انا اخد من رصيد الحاجه اللي عملتها في التقديم. فكنت دايما شايل هم ان انا لو هعمل حاجه لازم اعملها مع ناس كويسين، لازم اتقدم بشكل كويس، لازم يبقى حد استمتع حتى بالشغل معاه. فقعدت 7 سنين او يمكن اكتر باخد ورك شوبس. والناس مش فاهمه انا باخد ورك شوبس ليه، وخدت الورك شوبس مع اعتقد يعني اهم الناس بتدي ورك شوبس في مصر، من بره ومن جوه ومن كل الحاجات وانت اكيد عارفهم يعني. وكل ده ما حدش فاهم ليه. وعلى فكره جزء منها ما كانش علاقه ان انا عشان عايز امثل، هي ليها علاقه بانه نرجع تاني لموضوع الدراسه. وان انت بعد الجامعه في حاجات معينه ما بتعملهاش، زي ان انت تشتغل على صوتك. يعني مثلا رحت خدت كورسات اداء صوتي مع ايمان يونس مثلا لوحدي خالص. انك تشتغل على جسمك، التوافق العضلي او الذهني الجسدي، ده مهم جدا. انك تتشالنج يور سيلف، انت طول الوقت دورك قدام الكاميرا مذيع انا مش عارف ايه، لازم تشوف نفسك في اشكال تانية علشان العضله تشتغل، عشان انت تبقى تريجرد، عشان انت تبقى تشالنج. كل ده هاخده فين او هيدي لي فرصه فين غير يا اما التمثيل البروفيشنال، ومش دايما بتحصل الفرصه حتى في التمثيل البروفيشنال، يا اما في الورك شوبس. صح. فبعملها وانا بستمتع.
جدا. ودي جزء من ان انت بتتدرب او ان انت بتشتغل على نفسك بالظبط. فهي كانت يعني سوري هي كانت ميكس اوف بوث او يعني الاثنين، ان انا بجهز ليوم ما يبقى فيه فرصه، وفي نفس الوقت بعيد زي ما قلت تاني فكره اعاده الخلق، وان انت تتطور، وان انت دايما تدور على الجديد في نفسك وفي الناس وتتعرف على ناس صداقات كتير جدا عملتها من وركشوبس كتير جدا. طبعا انا كمان جدا. طيب لو سالتك سؤال، انت مصري تقول لي ايه؟ اساسا شويه 5 جد بس باذنك يعني 5 جد. مصري مصر الله عليك. ماشي يلا. لازم يا صلاح كده شويه هزار. ايوه لو سالتك الخوف او بتخاف من ايه غير الضلمه؟ ما بخافش من الضلمه خالص. انا ما بنكشك ولا بتاع. بخاف من المرض بجد. اوكي. مش لحاجه غير ان شفته وقربت منه قوي فيا وفي حبايبي. اوكي. بخاف منه قوي وما بخافش من الموت خالص. اوكي. ما خالص لا، ومش بفتعل بجد. ما بخافش من الموت خالص. كنت ما بقتش لما واجهته، لما كنت تعبت في فتره، لما واجهته مع والدي. اوكي. وواجهته في كذا حادث طبعا، حوادث يعني الحمد لله تمام يعني. بقيت متعرف عليه اكتر. هي يعني محترمه. اوكي. يعني لو انت تمام معاه وعارف بعمل حسابه. اوكي. مهتم بيه جدا. بس مش خايف منه which is very important الحمد لله يعني. بخاف من مش ان انت تبقى لوحدك، بس ان انت تبقى وحيد. انا بحب لوحدي جدا. في فرق كبير قوي. بالظبط. solitude و loneliness. انا بحب ابقى لوحدي جدا. اوكي. وبالعكس بتعصب لما يعني طول يعني I need my space all the time عشان اتعودت اعيش لوحدي كمان كتير. وبعز ان ابقى لوحدي جدا. وبحب my space جدا. حتى لو انا في وسط ناس، لو انا مثلا كده I want to put my AirPods واتمشى في الشارع وابقى وانت بتركب عجل بلاقيك بركب بعجلتي، ده مش عايز وجع دماغ. وده مهم جدا خصوصا في الشغلانه. لسه بكلم مع حد في قصدي بقول لهم يا جماعه انا شغلانتي عباره عن كلام بس وناس بس ونور بس وزعيق بس ودوشه بس وزحمه بس. حتى في الحياه الاجتماعيه انت مضطر برضه تبقى جزء من ده. فحبه الوقت بتاعي ده عايزه ليه؟ صح. بس بخاف من الوحده، ان انا ابقى عايز ارفع السماعه اكلم حد وما الاقيش، ان انا عايز ابقى قاعد مع حد وما اعرفش. بحس ان دي خوف الجيل كله بتاعنا. او اللي هو يعني الجيل. ليه تفتكر؟ ليه؟ لان احنا الجيل بتاعنا بحسه بقى فكره ان انت تبقى مع حد اصلا، فكره الكومبانيونشيب او البارتنرشيب او الجواز يعني بالصوره التقليديه يعني بقت اقل بكتير. وبقت الناس بتحب او مش بتحب، بقت بتفضل ان هي تبقى لوحدها او تبقى وذر عايش لوحدك او يعني فاهم. الاستقلاليه دي بقت موجوده. طب ودي صحيه ولا لا؟ دي صحيه ولا لا؟ يعني لازم تبقى واعي بس بيها، واعي ان انت تبقى لو انت فعلا تمام معاها ولا لا. بس في نفس الوقت انت مش عشان انت مش تمام معاها تقوم ترمي نفسك لاقرب شخص، فاهم؟ عشان انت عايز تقفش فيه عشان ما بقاش يبقى اسمك اتجوزت وخلاص. بالظبط. يبقى اسمك بقيت مع حد وخلاص. ترو. فبخاف من الوحده قوي بس. اوكي. فيمكن ده سبب كبير قوي ان انا يمكن حياتي فيها ناس كتير او مش عارف ايه بتاع. دايما احب يبقى عندي اوبشنز. فلان مش فاضي فلان موجود. يعني التليفون شغال. لكن انا اعيش على 3 انفار لو راحوا في داهيه اروح انا في داهيه ليه يا جماعه؟ لا ما دي بتخوف بصراحه. انا يعني تمام مش عيب يعني. طيب عايزك تتخيل معايا كده شريف نور الدين وسقسق. ايوه كومبو مع بعض. تنين خلصوا على بعض. بيحتفل بعيد ميلاده 60. ايوه يا خبر ابيض. مش بعيد قوي. هيكتب لنفسه رساله دلوقتي ويقراها في عيد ميلاده 60. لذيذه دي. ايه ده دمها خفيف الحكايه دي. interesting. اوكي يعني الحمد لله ان انت لسه عايش لحد دلوقتي. ده كرم من عند ربنا اكيد كبير قوي. وانبسط. وكويس ان انت عايش يعني معناه ان انت عملت مجهود انك تبقى عايش لحد دلوقتي نفسيا وبدنيا وصحيا وكل الحاجات، عشان دي مش حاجه سهله خالص تعيش في الوقت اللي احنا فيه ده.
ده هيبقى 2022 32 42 يا خبر اسود ماشي. مش بعيد قوي يعني. يا رب ما كنتش لوحدي، يا رب يكون عندي عيله. اوكي. لو انت عندك عيله مبروك يا شريف، الحمد لله عملت المعجزه. انبسط وهني نفسك، ولو في ولاد يا رب ان شاء الله اسعدهم جدا، لان انت كان نفسك في ده قوي قوي قوي. اوكي. ولو انت لاي سبب ما عرفتش تعمل كده it's okay and it's fine and اكيد في حاجات كتير قوي في حياتك مديالك سعاده دلوقتي ومطمناك وماليه عليك حياتك. اوكي. وانت اصلا عمرك بالنسبه لك ما كان age was a number خالص. ولا انت ولا عيلتك، يعني حتى في كل عيلتي ما عندناش القصه دي خالص يعني. اوكي. ف it's fine you're 60 whatever so what. الصبح وروح الجيم وشوف حياتك وشوف هتعمل ايه وايه نظام يعني. اوكي. صباح الفل يعني، لسه عندك لحد 100 ان شاء الله لو عشتهم يعني. life is too long يعني and too short at the same time يعني. فما عنديش المشكله دي. فلو بدا موضوع السن ركبك بس مضايقاك شويه، بدات تحس ان ولا شعرك ابيض شويه زاد عن اللزوم وبتاع، افتكر انت مين، وافتكر ان انت بالنسبه لك ده كله مالوش اي علاقه بهو يو ار، لان انت عشت حياتك كلها كده. ما تجيش على اخر تعك يا معلم، انت عبيط ولا ايه؟ اوكي. هدي نفسي كده ريمايندر يعني. حلو. وهعمل كده فعلا. يس. لما تروح كده تبقى بس وتبقى انت معايا في عيد ميلادي. يس. ايوه للاسف احنا وقتنا خلص للاسف. مضايق قوي. ومبسوط قوي ان انا مش حاسس اصلا كنت قاعد في انترفيو. ايوه ما احنا قاعدين في الليفنج روم. لا مش حاسس لانه فعلا ما فكرتش للحظه ان انا لازم اخلي بالي من كلامي. اوكي. طب ده فقلت حاجات انا متاكد ان انا ما قلتهاش بالاستفاضه. اوكي. انفع يعني ان انا قوي. اوكي. يو ليسن. اوكي. حلو. عارف ان انا دي اهم حاجه للمحاور انه يسمع. انا فاكر انت يمكن ما تبقاش فاكرها، بس انا فاكرها كويس قوي. ان انا كان عندي كان اول مره ام سي ايفنت، وطبعا فاهم تربيت فشخ وبتاع، فبعت لك قلت لك سوق بقول لك ايه التيبس اند تريكس تديني فاهم اعمل ايه. فقلت لي always stick to the script. فعملت كده يوميها بجد. and how was it؟ لا it was great. وجابوني تاني يعني الحمد لله. الحمد لله. بحببها. مختلفة يعني الناس الانرجي مهمة. الانرجي والناس ووقفة المسرح بالنسبة لي بالظبط حلوة جدا قوي طبعا يعني. نورتني في بودكاست. انا انبسطت قوي في شقة 11. ثانك يو. ممكن اجي تاني؟ طبعا هتنورني تيجي تاني بقى في فاهم القعدات العادية. عايز تيجي تاني في البودكاست نعمل لك جزء تاني. لا بس انا مبسوط قوي يا صلاح، وزي ما قلت لك يولسن انا بالنسبة لي اهم نقطة في المحاور الجيد انه يكون مستمع جيد، عشان لما تكون مستمع جيد هتعرف بالظبط. يعني انت لو خدت بالك، ما اعرفش خدت بالك ولا حتى احنا بنتكلم دلوقتي، انا ما بس يعني انا بتكلم ماشي، بس بسالش اسئله طويله يعني. ممكن من كل ده اقول لك ليه؟ ازاي؟ مين؟ من حاجه عشان سمعت انت قلت ايه، فانا عارف ان this is what I want. فهو مش بطول السؤال ولا بتنميقه ولا يعني بيسموها ايه التدخلات الكتير خالص. هو بالمومنت والمحتوى وانت عايز توصل لايه مع الشخص اللي قدامك. فانا حسيت بده جدا معاك. شكرا. ثانك يو. طيب نيجي بقى للمرحله اللي هي لازم ايه نجيب جمهور يا سوسو عشان يلا نجيب جمهور. نعمل ايه عشان نجيب جمهور؟ نقول لهم بقى ايه بدل يا جماعه وصلتوا لاخر البودكاست، فاكيد البودكاست عجبكم يا رب. ما تنسوش تعملوا لنا ايه سبسكرايب ولايك وسبسكرايب وفولو للشانل بتاعتنا على يوتيوب، وممكن تسمعونا على كل البودكاست بورتالز اللي هي بقى عندنا سبوتيفاي، انغامي، جوجل بودكاست وابل ميوزك. وما تنسوش تعملوا لنا ايه تاني شير وفولو على الانستجرام. انتوا مرة كتير قوي. هي خلاص شير ولايك وفولو خلصنا. وتفعيل الجرس. ما هو ده السبسكرايب. بجد ماشي. تفعيل الجرس. تفعيل الجرس بالظبط. نفسي اقول حاجات كتير قوي مش هقول لك اون كاميرا ليها علاقه بالباك جراوند. فعلوا الجرس يا جماعه. صلاح بيقول لكم فعلوا الجرس ولا بيقولوا ايه؟ انكر. يلا نقفل البودكاست ده حالا عشان كل اللي عملناه في ساعه هيبوظ في 5 دقايق. اتفضل يا صلاح. خلاص يا جماعه اشوفكم في حلقه جديده. باي باي. انكر يا ابني انكر الجرس.